نعيش صراحه من هاد المغاربه اللي يعطونا جانب الذله والذل للجزائر. قتلوا فينا، داونا الاراضي ديالنا حتى ل 2021 كيقتلوا فينا، داونا الاراضي في غير في 2021، ضربوا لنا الدراري ديالنا ديال الكره في وهران غير في 2022، قطعوا الطياره على الحجاج ديال بيت الله الحرام. هاد الجزائر ما خلاش ما دارت فينا عباد الله. الحل ديال الصحراء انا قلتها مرارا وتكرارا، ماشي بالاستجداء ديال الجزائر العدو ديال المغرب. الحل ديال الصحراء نكونوا بدراعنا ونمشيو للجنه الرابعه، لان القرار هادشي اللي ما تعرفوش القانونيين والاساتذه، القرار ديال اللجنه الرابعه ينهي الملف. المجلس الامن يناقش قضيه الصحراء لانها ما زالت مفتوحه في اللجنه الرابعه. اللجنه الرابعه ما فيها لا فيتو ولا كريط ولا هم يحزنون، فيها انك تجمع 80 صوت. واش المغرب اللي تيقول لك عندنا 116 دوله كتدعمنا ما يقدرش يجمع 80 صوت من اجل التصويت على قرار داخل اللجنه الرابعه يقول على ان الصحراء مغربيه ويتغلق الملف؟ هذا هو الطريق القانوني الوحيد لاغلاق الملف، والا الجزائر ما عمرها غتنازل الا وقعت عندها انهيار ديال الدوله وتشتات ولا اخره. اما في الظروف الحاليه لا دي ان الجينات الجزائريه مبنيه على العداء للمغرب، على هدم وحده المغرب، وحنا ما يمكنش نسيروهم الى ما لا نهايه. درنا معهم نصف قرن، غنستمروا معهم. خصنا نتجهوا للجنه الرابعه هي اللي فيها الحسم ديال القضيه. ولا تغلقت في اللجنه الرابعه كنعاود نكررها اللي ما عارفينهاش الاساتذه القانون ولا هاد الناس اللي كيناقشوا في البلاطوات، راه المجلس الامن ماشي هو كيبخيم على اللجنه الرابعه. اللجنه الرابعه الا صدر فيها قرار راه غيتغلق اوتوماتيكيا ملف الصحراء في مجلس الامن، ما كاين لا فيتو ولا يحزنون. الا بغينا نحلوا مع احترامنا للسياده الوطنيه والدماء الشهداء ال 5000 اللي طاحوا في الصحراء والتضحيات ديال المغاربه 50 سنه، هذا هو الحل. اما نستجديو الجزائر هذا لا يليق بتاريخ المغرب ديال 12 قرن ديال الدوله. نستجديو من الجزائر تقبل تجلس معنا وتقبل دير معنا حل، هذا لا يجوز. انا لا يشرفني ان اشارك في نقاشات فيها استجداء للجزائر.